الشيف، هو صحيح في سر يخلي لوني فاتح وطعمي حلو؟ طب قولهم بسرعة أبتهج. دي طريقة الفول المظبوط من أوله لآخره. فول الكهرمان المظبوط تدميس على أصوله يطلع زبدة ولونه يفتح النفس من غير ما يسود ولا يقسى. لو تعبتي من فول لونه غامق أو قشرته ناشفة، ركزي في الخطوات دي لأنها خلاصة شغل سنين وهتخلي الفول عندك أحسن من مطاعم كتير. ما تنساش تصلي على الحبيب. المكونات علشان يطلع كهرمان بجد: نص كيلو فول تدميس بلدي حباية فاتحة وكبيرة، نص كوباية عدس أصفر، معلقتين كبار فول مدشوش أو رز، ليمونة كاملة، جزرة مبشورة، طماطماية سليمة، معلقة صغيرة كركم اختياري للون. طريقة التدميس الصح خطوة بخطوة. انقع الفول حوالي 4 ساعات بس مش أكتر علشان القشرة تفضل ماسكة في الفولة. التجهيز: في الدماسة أو الحلة نحط الفول زائد العدس زائد الفول المدشوش أو الأرز زائد الجزر زائد الطماطم. المية ننزل عليهم بمية مغلية لحد ما تغطيهم بزيادة شوية، وممنوع مية ساقعة نهائي. التسوية: أول ما يغلي نوطي النار خالص على أهدى درجة. تسوية بالراحة هي سر الطعم الحلو. السر الكبير: نحط الليمونة سليمة فوق الوش، وممنوع نفتح عليه قبل 4 ساعات علشان اللون يفضل فاتح والقوام يطلع مظبوط. سر دقة عربيات الفول: ريحة تجيبك من آخر الشارع. كوباية مية، عصير 3 ليمونات، نص كوباية خل، معلقة كبيرة كمون، شطة حسب الرغبة، 5 فصوص توم مفروم، رشة ملح. رجي الإزازة كويس قبل الاستخدام وحطي منها على الفول وقت التقديم. نصايح مهمة ما تغفلش عنها: لو احتاج مية أثناء التسوية تزودي مية بتغلي بس. المية الساقعة بتسود الفول وتخلي القشرة ناشفة. التسوية الطبيعية من 6 ل 8 ساعات، وفي حالة الضغط حوالي 1.5 ساعة. بعد ما يبرد قسميه في أكياس وشيليه فريزر، وهيفضل لونه فاتح لآخر مرة. أفكار للسحور تغير شكل طبق الفول وتخليه كل يوم بطعم جديد. لو زهقتي من الفول التقليدي، الأفكار دي هتخلي طبق السحور بسيط بس شكله وطعمه مختلف تماما. ما تنساش تصلي على الحبيب. فول بالخلطة البيضة، فول بالجبنة والزعتر، مناسب للي بيحبوا سحور خفيف ومش تقيل على المعدة. اهرسي الفول كويس وحطي عليه معلقتين جبنة فيتا أو جبنة قريش مع رشة زعتر محوج وزيت زيتون. الجبنة بتكسر حمو الفول وبتخليه طري وخفيف ومش بيسبب عطش. بيتزا الفول بالبسطرمة والموتزاريلا، طبق يفرح الأطفال والكبار وطعمه مختلف. شوحي بسطرمة في نقطة زيت، انزلي بالفول وراعي الملح، وفي الآخر رشي موتزاريلا وغطي دقيقة لحد ما تسيح. طعم غني وشكل جديد يخلي الفول وجبة كاملة. فول بزبدة الفول السوداني، مفاجأة حلوة. حطي معلقة صغيرة زبدة فول سوداني على الفول السخن وقلبيها مع رشة شطة وليمون، بيدي طعم غني وإحساس بالشبع لفترة طويلة. طاجن فول بالصلصة والسجق لسحور العزومات، طبق تقيل ومشبع ويشرف على السفرة. شوحي سجق بلدي، حطي معلقة صلصة وشوية مية لحد ما يتسبكوا، انزلي بالفول وحطيه في طاجن فخار ودخليه الفرن 5 دقائق تحت الشواية. ريحة الفخار مع السجق بتدي طعم مختلف جدا. اعملي لايك وشير علشان نوصل لأكتر عدد ممكن. اللايك مش هيفرق معاك، لكن بيفرق معايا جدا علشان نقدر نستمر وننشر كل جديد.